أهلا وسهلا بوحش ال AI الجديد. ألف أهلا وألف سهلا بعملاق سامسونج اللي نزل كسح الموبايلات وهو لسه في أول السنة الجديدة 2025 نازل يقول السوق قبل ما تبتدي تنزل الموبايلات اهدى عشان البابا جه. يلا نتكلم عن الجالاكسي الاس 25 الترا الجديد ولا ندخل الفيديو عشان ما اطولش عليك. تعالى. مبدئيا كده اسف على الاطاله واسف على التاخير، بقالي فتره ما بعملش فيديوهات، معلش كان عندي بعض الظروف. يلا ندخل في الفيديو كده عشان ما اطولش عليك، وتعالى هكلمك عن العملاق واللي هو فعلا يستحق لقب عملاق، الا وهو الجالاكسي الاس 25 الترا. وقد ايه الموبايل ده نزل علم على موبايلات كتير في السوق، بيعلم على سوق الذكاء الاصطناعي بطريقه رزله جدا، اللي هو انا محدش قدي. كلكم عارفين ان اول حاجه بتعملها شركه جوجل في الامتيازات الخاصه بتبقى شركه سامسونج، لان شركه سامسونج اول شركه في العالم امنت فعلا بحاجه اسمها جوجل، وامنت فعلا بحاجه اسمها اندرويد. انا هكلمك في عجاله كده عن امكانيات التليفون، ولو انت مستني ان الموبايل اللي ظهر قدامك ده ان هو في حاجه جديده من حيث الشكل، فهو مش اللي بالك فيه، لانك زي ما انت شايف التليفون كده، التليفون بقى مسطح تماما وشارب جدا من الجناب والاطراف، زي ما انت شايف فيها ايدج كده بسيطه من فوق. اما بالنسبه لشكل الظهر، وده انا كنت فعلا متخيله من اول ما نزل الفولد 6، انا قلت ان هو هينزل ظهر الفولد 6 بالظبط، وكانت في تسريبات فيديوهات اتكلمنا عنها قبل كده. تعديل بسيط في الكاميرات، هي كاميرات الاس 24 الترا، بس في تعديل في الكاميرا الالترا وايد، وده هنقوله برضو بالفيديو. اما بالنسبه للشاشه بتاعت الموبايل، فالشاشه بقت 6.9 بوصه. خلاص الموبايلات اللي جايه بعد كده انت بقى معاك موبايل تقريبا فابلت، يعني بين الفون وبين التابلت، فبتبقى موبايلات اسمها فابلت. الموبايل يبقى كبير. الفتره اللي جايه يبقى الموبايل معاك 7 انش. شاشه الموبايل ده بتيجي دايناميك ال تي بي او اموليد 2 اكس 120 هرتز اتش دي ار 10 بلس 2600 نتس. خد بالك لان الشاشه دي مصنفه، عشان بس تبقى انت فاهم احنا بنتكلم في انهي شاشه. انت بتتكلم في اعلى شاشه في العالم، اعلى شاشه في العالم من حيث الالوان، اعلى شاشه في العالم من دقه العرض بتاعها، تعرض لك الصوره في الاتش دي ار 10 بلس. ممكن يكون النيتس مش اعلى حاجه، لان في موبايلات اتكلمنا عليها قبل كده النيتس بيوصل ل 4000 و4500 نيتس. بس انت الشاشه اللي انا بكلمك عنها دي، انا بكلمك عن اعلى شاشه في العالم. طبعا البصمه بتجيلك تحت الشاشه واللي انت عارفه. الجهاز بيجي بحمايه اي بي 68، وفي بعض الاقاويل ان هو اي بي 69، بس انا ما اعتقدش. بس الجهاز ده لو وصل للاي بي 69 هيبقى مقاوم للماء والغبار بدرجه شديده جدا، وده ما يمنعش ان الاي بي 68 جامده جدا برضو. الجهاز هيستحمل معاك جامد يعني. وطبعا الفريم بتاعه من التيتانيوم زي ما احنا عارفين، وزي ما احنا متعودين دايما بعد ما بنتكلم على الشاشات بنلحم على طول نتكلم في الكاميرات. وهنا الاختلاف في الكاميرات بسيط جدا، هو مش جدا، هو بسيط بس بينه وبين الاس 24 الترا. فلو انت هتغير عشان خاطر الكاميرات فانا بقول لك ملهاش لازمه، لان الكاميرا الاساسيه زي ما هي 200 ميجا بكسل، والكاميرا التليفوتو 10 ميجا بكسل، والكاميرا البيريسكوب 50 ميجا بكسل، والالترا وايد هي دي الاختلاف البسيط، ان الالترا وايد بقت 50 ميجا بكسل. فانت بقى معاك كاميرات في الموبايل ده في حته تانية، ان الالترا وايد تعلى كمان تبقى 50 ميجا بكسل، فانت هتاخد اداء تصوير من على بعد ومن على قرب وعلى زوم وعلى كل حاجه، واخد اداء تصويري ملوش مثيل عالمي. الجهاز طبعا بيصور 4K وبيصور 8K. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه السيلفي فهي 12 ميجا بكسل وبتصور 4K. كاميرات بنخش على الميموري والرامات. الجهاز اول فئه فيه كده بتبتدي 12 جيجا رام 256 مساحه، 12 جيجا رام 512، 12 جيجا رام 1 تيرا بايت، ونازل نسخه منه عالميه 16 جيجا رام 1 تيرا بايت. ما اعتقدش ان النسخه دي هتكون متاحه للشرق الاوسط، هتجيبها من اوروبا. ده الحاجه الوحيده اللي انت تعرف تجيب منها النسخه دي. تعال بقى نتكلم شويه عن البروسيسور. اهلا بالعملاق الجديد، اهلا بعملاق الذكاء الاصطناعي في العالم اللي هيكسح موبايلات كتير في السوق بسوق الذكاء الاصطناعي. تعال نرحب بالعملاق الجديد من كوالكوم، سناب دراجون إليت 3 نانومتر. ونقف عند كلمة إليت دي شوية، عشان ده أعلى بروسيسور في العالم حتى الآن في الذكاء الاصطناعي.
اعلى من بتاع ابل، اعلى من بتاع ابل يا ريس. للاسف الذكاء الاصطناعي في ابل لو هتيجي تقارنه باي حاجه تخص جوجل او اي حاجه تخص السناب دراجون السنه دي، اول مره اشوف في حياتي بروسيسور يكسب البروسيسور بتاع ابل، بس في حاجه واحده بس اللي هو الاي اي، انما مش هيكسبه في اداء. اي اي انت هتتعامل مع بروسيسور تقريبا كده بيتعامل يعني مع ناس ذوي الاحتياجات الخاصه في التفكير. البروسيسور ده في حته تانية خالص. البروسيسور ده هيخلي الكاميرا بتطلع صور انت مش هتتخيلها. وهنا هنسقط قليلا، لان الميزه بتاعت الايفون اللي بالنسبه لناس كتيره ان الكاميرا طبيعيه اكتر من الكاميرات بتاعت السامسونج واي تليفون تاني اندرويد ما عدا التليفونات السوني. وبالمناسبه احنا عايزين نبقى نعمل فيديوهات عن التليفونات السوني الفتره اللي جايه دي، مش موجوده في مصر ومش معروفه في مصر، بس هكلمك عن تليفونات انت ماسك ايفون بس اندرويد، للناس اللي عايزه الكاميرات بتاعه الايفون بس عايزاها في الاندرويد. هنبقى نعمل سلسله ان شاء الله نتكلم فيها عن الموبايلات السوني ان شاء الله قريب. نرجع تاني للذكاء الاصطناعي. انت عندك في الموبايل الاس 25 الترا زرار في جنب التليفون زي الاكشن كاميرا بتاع الايفون كده، بس ده بيشغل لك الذكاء الاصطناعي بتاع جيميناي، وسامسونج عامله شراكه مع جيميناي ودلع انت مش هتشوف اخوه. انت بجد في حته تانية خالص وانت معاك التليفون ده بالزرار ده في الذكاء الاصطناعي، لدرجه ان انت هتدوس على الزرار هتقول له المكان اللي انت عايزه. انا مثلا في الحته الفلانيه عايز مطعم في الحته الفلانيه يكون مثلا بيقدم سمك، هيقول لك روح في الحته الفلانيه، هيديك الجي بي اس، هيديك الخريطه، المكان الزحمه هيقول لك عليه، المكان اللي مش زحمه يقول لك عليه. مش كده وبس، انت ممكن تخليه، هتقدر ان انت تدوس على الزرار ده وتقول له مثلا انا جيميناي احجز لي حفله يوم الثلاث اللي جاي مثلا بتاعه فلان الفلاني، وذكرني بيها قبليها بيوم وقبليها بساعتين. المفروض ان الاسيستنت بتاعتك المساعده اللي هي بتاعه جيميناي هتاخد منك الكلام، هتبعت اوردر، هتعمل لك حجز، هتخصم فلوسك من الفيزا البنكيه، حاجات كده غريبه. المهم ان انت هتلاقي الحجز بتاعك موجود، وقبل الميعاد بيوم هتذكرك تقول لك خد بالك انا حجزت لك ان انت عندك ميعاد بكره، وقبل ميعادك بساعتين هتذكرك وتقول لك خد بالك انت عندك ساعتين عشان خاطر تروح الحفله. حاجه فوق الوصف. طيب في ناس هتقول لك ان ابل كانت عملت حاجه زي كده في الابل انتليجنت لما كنا اتكلمنا عنها. اهدى، انا هقول لك حاجه واحده. يكفي ان جوجل عنده ادميه شويه. يعني ايه ادميه شويه؟ يعني جوجل بيكلمني عربي اقدر اكلمه عربي، اقدر اعمل اي حاجه بالعربي. انما ابل لغايه دلوقتي مش قادره تحترم الشرق الاوسط. ده اللي انا شايفه بصراحه، هي مش قادره تحترم الشرق الاوسط. يعني ايه امتيازات كتيره في الابل انتليجنت مش شغاله بالعربي. فهنا يا صديقي انا بقول لك سامسونج السنه دي هيحط عليه. الحاجه برضو اللي حاسسها بالنسبه لي مش احسن حاجه ان هو الموبايل ما اتغيرش حاجه في البطاريه ولا في سرعه الشحن بتاعه. البطاريه لسه 5000 ملي امبير، والشاحن بيدعم ال 45 واط، وبيدعم الشحن اللاسلكي ال 15 واط، يعني ما فيش اي تعديل. بس هم متكلين على حته ان البروسيسور السناب دراجون الاليت هو اللي هيظبط كل حاجه. اعذرني لو الفيديو طول شويه، بس احنا هنوقف لغايه هنا. بس اعمل حسابك ان في فيديوهات كتيره عن الموبايل ده. انا ما اعتقدش ان احنا كده خلصنا كلام عنه ولا خلصنا كلام عن امكانياته. هنقعد فتره صغيره كده بس لغايه ما نعمل مقارنه بينه وبين الايفون ال 16 برو ماكس، وبعد كده نبقى نعمل فيديو تاني عنه واقول لكم ايه الجديد. واول ما اكتشف حاجه جديده لازم ابلغكم بيها. بس عشان انت تعرف الموضوع ده امتى وازاي، فده معناه ان انت لازم تتابعني يا صديقي عشان يجي لك كل جديد. تابعنا يا صديقي لو انت اول مره تشوفني. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الموبايلات الايفون والموبايلات الفلاج شيب حول العالم، وبنحاول بنسعى جدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض هتعجبك ان شاء الله. اي استفسار بمجال المبيعات واسعار السوق هتلاقيها على موبايل تربو. حابب تشوف فيديوهات منسقه تحت بعضيها بعناوينها هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد ان شاء الله. مستني رسالك على الانستجرام. اعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.